مشكلة الراجل الحقيقية مش انه يدور على الحب وبس، مشكلته انه بيدور على الراحة. زي مثلا لما تلاقي ان راجل بيدي مفتاح حياته لواحدة معينة. ليه بقى بيعمل كده؟ علشان بيتعلق بالانسانة اللي بتفهمه بجد، بتفهمه من نظرة. والسر هنا مش بالكلام الكتير خالص، السر الحقيقي اللي محدش يعرفه ومحدش واخد باله منه. الموضوع له علاقة بسر بيخلي الراجل يسلم مفتاح حياته للإنسانة دي. يعني مثلا نيجي نشوف مساحة الأمان بالنسبة له، الإنسانة اللي بتديله مساحة للأمان. يعني الراجل بطبيعته بيكون طول اليوم بره، بيبقى عارف إنه قوي ومسيطر وإنه مش بيتعب أبدا. إنما لما بيرجع البيت مش عايز يعمل أي مجهود علشان يشرح مشاعره ليكي. إنما الإنسانة اللي بتفهمه من نظرة بتديله مساحة إنه يكون ضعيف، تفهم إن صمته ده مش تجاهل، ده إجهاد بسبب شغله طول اليوم. ففكرة انك انت تبقى قاعد ومش مستني انك تبرر حالتك النفسية دي لوحدها بتخلق ارتباط نفسي عميق ما بينك وما بينها. وده اللي بنسميه القبول غير المشروط، لان ده كمان بيأثر على العقل وشغله لما يقعد يشرح لك ويبرر لك كل حاجة بالتفصيل زي ايه اللي مضايقه. انما مهم انك تفهميه من حركة ايده، طريقة قعدته، نبرة صوته، دي لوحدها بتوفر عليه طاقة ذهنية جبار، وبيحس وقتها ان في تزامن فكري ما بينك وما بينه. والاحساس ده معناه خيرا لقيت حد مش محتاج اترجم ليه. نيجي بقى هنا للنقطة المهمة، الراجل زيه زي اي انسان عادي محتاج يحس ان مش لوحده في المعركة. لما تفهميه من نظرة هو كده وكأنك بتقولي له من غير اي كلام: انا شايفاك، انا حاسة بيك وبالمجهود اللي بتعمله، وشايفة كمان الضغط اللي انت فيه، وانا واقفة جنبك ومعاك. وقتها هو بيكون مش محتاج اي حلول، هو محتاج احتواء، احساس بالتقدير والفهم الصامت. هو ده اللي بيخلق التعلق الحقيقي وبتخليه يقول لنفسه الانسانة دي فعلا هي الجزء الناقص في روحي. فلو انت بقى بتعملي ده، انت بس مش هتكوني شريكة حياة، اما كمان هتكوني مصدر الامان بالنسبة له. ولو انت راجل وقابلت الانسانة دي حافظ عليها بكل ما تقدر، لان الفهم الصامت افضل من الكلام. قولوا لي بقى في التعليقات ايه اكتر نظرة قدرت تفهم بيها حالتك من غير ما تتكلم. وانت كمان هل متفقة معايا في الكلام ده؟ قولوا لي، وما تنسوش لايك ومشاركة علشان يوصل للي محتاج ايه الكلام ده.